أهلا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: توقيف سيدة ارتكبت جريمة مروعة في حق شاب بمدينة طنجة. قبل ما ندخلوا في التفاصيل الإخبارية ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد أخبار المغرب. إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء يوم أمس من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في ارتكاب جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الأبيض. وكانت مصالح الأمن بمدينة أصيلة قد توصلت ببلاغ للبحث لفائدة العائلة بعدما اختفى الضحية في ظروف مشكوك فيها، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث أن واقعة الاختفاء كانت بخلفية إجرامية. وقد مكنت عمليات البحث الميداني والخبرات التقنية المنجزة من تحديد مكان إخفاء جثة الضحية داخل شقة تكتريها المشتبه فيها بمدينة طنجة. كما تم الاهتداء لمكان إهمال سيارته بمدينة وجدة، والتي تعمدت المشتبه بها نقلها لهذه المدينة لتضليل مسارة البحث. وقد تم الاحتفاظ بالسيدة المشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والذي يشتبه في كونها ناشئة عن خلافات شخصية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.